يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض غريبه. بصوا، بابسط مكونات، 4 مكونات بس هتطلعي معاكي غريبه دايبه. معايا هنا 4 كوبايات دقيق. تمام، معاكم كده خطوه خطوه هنقول المقادير واحنا شغالين مع بعض. هشتغل على مقدار 4 كوبايات، حابة تزودي ماشي، حابة تقللي زي ما انت عايزة. ال4 كوبايات دي اللي معايا هحط عليهم ذرة ملح. تمام، وهجيب بولة تانية احط فيها كوباية سكر بودرة، وهحط عليها ظرف فانيليا. الظرف ده كبير يا بنات عشان انا عاملة 4 كوبايات. ومعايا كوبايتين سمنة، يا ريت يكونوا من التلاجة. تمام، حطيت كوباية سمنة عادي وكوباية سمنة بلدي. طبعا الغريبة بالسمنة البلدي بيكون طعمها حلو جدا، بس انا عشان ولادي مش بيحبوا يعني طعم من السمنة البلدي باين قوي، فبحط نص ونص. تمام، وبشغل بالمضرب الكهربا كده لحد ما لونها يفتح معايا كده ويبقى كريمي زي ما حضراتكم كده شايفين. تمام، بس هنزل بقى، المفروض بنزل بالدقيق بالتدريج واحدة واحدة، بس عشان البولة اللي فيها الدقيق هي الأكبر فهنزل كده عليها بالخليط. بس هشيل كوباية دقيق منه عشان مش كل الدقيق زي بعضه، يعني ممكن يعني المقادير ما تاخدش كل الكمية، بس عشان مقاديري مظبوطة لا فأخدت الدقيق كله. هرجع الكوباية تاني اللي شلتها دلوقتي، بس انا شلتها احتياطي بس مش اكتر. تمام، فكده هي الكوباية الدقيق اللي شلتها رجعتها تاني. الطريقة دي يا بنات انا معتمداها من سنين ومش بغيرها، وبتطلع معايا تحفة جدا، طعم وشكل بصراحة. تمام، بصوا بوريكم اني مش مشققة ولا حاجة. التزيين بقى زي ما انتي عايزة، انا بحط لولي كده عشان برضو الولاد بيحبوه، وبزين بقرنفل بس بيبقى ريحته خطيرة مع الغريبة. حابة بقى تحطي لوز، حابة تحطي فول سوداني، اللي متواجد عندك واللي متوفر عندك وحابة تزيني بيه زيني. تمام، بعمل بقى كل الكمية كده وعلى فرن متوسط الحرارة، بتفضل بس يدوبك 10 دقايق في الفرن، ما بتاخدش معايا وقت خالص. بس خلصت الكمية كلها، طبعا دي مش الكمية كلها، لا دي طلعت كمية محترمة ما شاء الله، بس انا بوريكم بس كده ايه كام واحدة. بصوا ناعمة ازاي، بجد تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. بحبكم جدا في الله، مع السلامة.